سلامات. كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله عيد سعيد عليكم كلكم. انا عارفة ان اغلبكم دلوقتي نايمين، بس الناس اللي متعودة يصحوا بدري زي حالتي كده معرفوش يناموا واكيد صاحيين في العيد. في العيد الناس كلها بتعيد على بعض، كل سنة وانتم طيب، كل سنة وانتي طيبة، وبنبعت واتساب. اوقات الناس بتكلم بعضها على الماسنجر او الابس اللي فيها فيديو كول. واوقات بنفتكر ناس توفت بنحبهم وعزاز علينا ومش قادرين نوصل لهم، او بنتمنى ان هم كانوا يكونوا موجودين معانا في العيد ومش عارفين، لان خلاص هم اكيد في مكان احسن. وفي حالة مهمة عند ناس كتير ان هم بيكونوا نفسهم يقولوا كل سنة وانت طيب، او يعيدوا على حد، شخص معين، حد معين، يمكن قريب، يمكن جار، يمكن حبيب، وشايفين ان هو يمكن الشخص الوحيد اللي يستحق المعايدة، او يستحق ان انت تقول له كل سنة وانت طيب، او يستحق ان انت تقولي له كل سنة وانت طيب، او كل سنة وانت طيب، وفي نفس الوقت مش قادر او مش قادرة تتصلي بيه او تبعتي له رسالة. استكبار بقى، ملوش داعي، خلاص كده احسن، الوقت فات، هفتح على نفسي فتحة، يمكن هو ما يقبلش، يمكن يفهمني غلط، يمكن يحس ان انا بتمسح فيه، يمكن تحس ان انا عايز اكلمها وخلاص، خلاص كده احسن، يمكن ما تردش عليا، انا هحرج نفسي، انا هكسف نفسي، وحاجات زي كده. طبعا كل موقف ليه ظروفه، وكل حالة ليها حالتها، وانا ما بقولش لحد يعمل كده او ما يعملش كده، لكن انا عارفة ان ده احساس موجود عند ناس كتير منه، وانا كمان معاكم، وناس كتيرة يعني انا بعزي نفسي وبعزيكم ان خلاص اذا كان في فرصة او تقدر، وخصوصا لو كان في حالات الزعل ما بين الاخوات او ما بين القرايب، او الام او الاب، العم، الخال، الناس العيله، الرحم يعني، لا تعالى على نفسك واتصل وابعت رساله وروح زور واعمل كل اللي عليك، لان ده هتتحاسب عليه. لكن حاجات تانية في العلاقات انت شايف ان كده احسن، او انت قفلت الموضوع ده ومستريح كده وهتفتح على نفسك فتحة فعلا زي ما انت بتقول، خلاص بلاش. لكن ان انت تحكم على حد او تحكم على واحدة او تحكمي على واحد ان هو هيفهم الرسالة اللي انت بعتيها غلط، او هيقول ان انت بتتلزقي فيه، او ان انت بتستعبط علشان بس تكلمها او اي حاجة، ايه المشكلة مادام ده الاحساس اللي جواك؟ ما توصل، اللي يفهمه بقى يفهمه زي ما يفهمه، المهم اللي جواك وصل. انت بتتكلم عن نفسك، اما هو هيفهم ايه او هي هتفهم ايه دي حاجة مش مهمة خالص، او هي مهمة لكن مش مهمة بالنسبة لك. اتكلم بس عن نفسك، قول بس مشاعرك، احكي بس عن اللي يخصك. عايز تبعت رسالة ابعت رسالة، عايز تعمل تليفون اعمل تليفون. مناسبة، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد، ان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة وخلاص. يفهم اللي يفهمه، لو في حاجات بعد كده توابع هتيجي بعد كده وهيبان، ما حصلش توابع يبقى خلاص. صباح الفل يا محمد. انا النهارده هحكي لكم شويه حكايات، يعني عامله حسابي في هذا الصباح ان انا احكي شويه حكايات مهمه، فيها عميقه، يعني فيها عبره، هنستفيد منها حاجات. كمان قبل ما احكي الحكايات عايزه اقول على حاجه. في ناس كتيرة بتبعت تقول لي يعني هو انت بتعملي كل اللي انت بتقوليه ده؟ يعني هو انت مثالية قوي كده خالص وكل الحاجات اللي انت بتقوليها دي بتعمليها او حد يقول لي انت احسن ست في الدنيا، او لو كنت انت يبقى معرفش ايه، حاجات زي كده. انا زيكم عندي حاجات غلط كتير، عندي مشاكل كتير، الدنيا مليانة زي ما مليانة عندكم مليانة عندي. صحيح 80% ولا 75% من اللي بقوله أنا بنفذه وماشي عليه، لكن حاجات تانية برضو من اللي بقولها 25 أو 20% التانيين بحاول إن أنا أقولهم عشان أنصح نفسي وأنصحكم. أنا مش قدوة، ولا أنا مثالية، ولا أنا أحسن ست في الدنيا، ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتجيلي دي. أنا ست عادية جدا زيكم بالظبط. صباح الخير يا أحمد.
آه نرجع بقى للحكايات. هحكي لكم النهارده مجموعه حكايات يعني هنستفيد منها جامد جدا. اول حكايه هحكيها لكم وهي الحكايه دي اللي هي اول حكايه، هم 4 أو 5 حكايات. اول حكايه هحكيها لكم هي السبب في ان انا هعمل الفيديو ده عن الحكايه. بقى انا هقلد سقراط. سقراط ده فيلسوف يوناني وهو ابو الفلاسفه وراجل، يعني مش انا اللي هتكلم عنه. المهم ان سقراط ده كان في سوق، كان دايما سقراط عنده صخرة كبيرة كده في السوق يقف عليها ويقعد يتكلم مع الناس وينصحهم ويقول لهم حاجات مفيدة، ويعني يقول الفلسفة بتاعته دي وكده. وكانوا الناس يمشوا من قدامه، اللي رايح واللي جاي واللي بيشتري وكده، ولا كأن في حاجة بتحصل، ومحدش منتبه للي هو بيقوله، محدش شايفه أساسا. يفضل الراجل يتكلم بصوت عالي سقراط ويقول يا ناس وكذا وكذا، ويقول لهم الفلسفة ويقول لهم العلم ويقول لهم وهم ولا سامعين ولا شايفين ولا مهتمين باللي هو بيقوله أصلا. قام راح سقراط، يعني طبعا الحكاية دي ضايقته، قام راح فكر يعمل ايه عشان يخلي الناس دي تسمعه، وهم اصلا زهقانين من فلسفته ومش عايزين يسمعوه ولا يشوفوه. يعني حل عنا، انت عامل ازعاج في السوق وخلاص. قام جه في يوم سقراط وقام قال لهم يعني عنك وقف على نفس الصخرة اللي في السوق اللي بيقف عليها دي، وقال لهم انا هحكي لكم حكاية. قالوا له طيب احكي الحكاية. المهم سقراط وقف وقعد يقول لهم بقى ايه. كان في راجل بيشتغل تاجر، يحكي لهم الحكاية بقى. كان في راجل بيشتغل تاجر، وقام بس هو بيشتغل في التجارة في بلد صغير، فقام حب الراجل ده بقى ان هو يوسع تجارته ويروح يشتغل في بلد اكبر. فقام مشي اخد الحاجات التجارة بتاعته وربطها وظبطها وكده، وقام ايه اخدها ومشي. فهو ماشي شايل بضاعته دي وماشي، شاف وهو ماشي بقى في الجبال وفي الصحراء وكده، شاف راجل معاه حمار. قام قال له بص تعالى انا هأجر منك الحمار ده ايه عشان احط عليه حاجات. فقام الراجل وافق. فالمهم الراجل التاجر ده حط حاجاته فوق الحمار ومشي هو والراجل صاحب الحمار، ما هو أجر الحمار بقى. فكان المفروض ان هم يطلعوا جبل عالي، ففضلوا يطلعوا في الجبل. المهم كانت الشمس حامية جدا 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 عليهم، مش قادرين يتحملوا درجة حرارة الشمس، وما كانش فيه أي ضلة يقدروا يقفوا تحتيها أو يستخبوا تحتها من الشمس إلا الضلة بتاعة الحمار. يعني هم قاعدين تحت الحمار كده، هي دي بس الضلة، مفيش ضلة خالص، الدنيا شمس حارقة. فقام الراجل صاحب الحمار قال أنا من حقي إن أنا أقعد في الضلة دي لأن الحمار ده بتاعي. وقام سقراط قال له لا، ده انا اللي من حقي اقعد على تحت في الضله بتاعه الحمار دي لان انا اللي مأجر الحمار. المهم فضلوا بقى يقولوا حجج قانونيه والعدل والحمار بتاعي فانا اللي من حقي استظل بظله، والتاني يقول له لا ده انا مأجره فالضله دي من حقي انا وانا اللي اقعد تحتها. وفضل سقراط يقول لهم شويه حاجات، ايه ليها علاقه ب الحاجات القانونيه ومين من حقه ان هو يقعد تحت ضله الحمار وان الدنيا حر وبتاع. وقام لما لقاهم سقراط مش منتبهين ومركزين معاه، وكل واحد ساب اللي في ايده، اللي بيشتري بطل يشتري، واللي كان مشغول ولا بيتخانق ولا بيتكلم ركز في الحكايه اللي هو بيحكيها. المهم كل الناس ركزت مع سقراط في الحكايه اللي هو بيحكيها. في وسط من الناس بقى مركزين وسقراط عمال يقول لهم على الخناقه بين التاجر وبين صاحب الحمار، ومين اللي من حقه ياخد الضله بتاعه الحمار او يقعد يستريح في ضله بتاعه الحمار والبضاعه اللي محطوطه عليه. قام سقراط سايبهم وقام ماشي وما كملش الحكايه. فضلوا يقولوا له تعالى استنى قول لنا الحكايه، انت بتحكي عن ايه اللي حصل، مين اللي قعد في ضله الحمار، مين اللي كسب الخناقه دي. قام سقراط فضل عامل نفسه مش سامعهم ومشوا سوا. فضلوا يجروا وراه ويتحايلوا عليه ويحكي لهم بقيه الحكايه ويقول لهم ايه اللي حصل بين الراجل التاجر وبين صاحب الحمار ومين اللي قعد في الضله بتاعه الحمار. قام سقراط بعد ما اتحايلوا عليه وقعدوا يجروا وراه وكل واحد ساب شغله واشغاله وكده وجاله، قام قال لهم بصوا بقى، انا كل يوم بقف في نفس المكان ده عشان اكلمكم في حاجات مهمه واحكي لكم عن علم وفن وفلسفه وحاجات هتفيدكم في حياتكم، وانتم محدش فيكم بيسمعني ولا بيهتم باللي بقوله.
لما جيت احكي لكم حكايه خياليه انا اللي مألفها دلوقتي، كلكم اهتميتوا وسبتوا اللي وراكم واللي قدامكم عشان تعرفوا مين اللي قاعد تحت ضلة الحمار. فالحكايه خلصت كده. سقراط كان بس عايز يعرف الناس ان هما لازم يهتموا بالحاجات المفيده، بالكلام المهم، بالعلم والفن والثقافه والفلسفه، مش بس الحكايات. الناس دايما بتحب الحكايات، سواء كانت الحكايات دي حقيقيه او كانت مش حقيقيه. دي الحكايه الاولانيه واللي بسببها انا عملت الفيديو ده. حكايه تانية بقى برضو عن سقراط. ما هو سقراط مكمل معانا النهارده. الحكايه التانية بتاعت سقراط بقى حكايه الطبيب اللي قتلوا سقراط. انتوا عارفين انه سقراط اتحكم عليه بالاعدام في اخر عمره. المهم انا هحكي لكم الحكايه التانية بتاعه سقراط. سقراط اللي موت الطبيب بشربة ميه. ازاي بقى سقراط موت طبيب بكوبايه ميه؟ بقى الحكايه بتقول لك ان اللي مهزوم من جوه مهما كان او بيحاول ان هو ينجح، ان هو يفلح، ان هو يكبر، ان هو يوصل، عمره ما هيوصل. لازم الإنسان يكون هو قوي من جوه، واثق في نفسه من جوه عشان يقدر يكمل. المهم الحكاية بقى عبارة عن إيه؟ كان سقراط ليه جار طبيب، وكان الطبيب ده بيغير جدا من سقراط، لأن كان سقراط هو الطبيب الأول في المملكة عندهم، وكان اسمه كده الطبيب الأول. فراح الطبيب اللي هو جار سقراط للملك وقال له شوف بقى، أنا طبيب زي سقراط، انتوا ليه بتقولوا على سقراط الطبيب الاول وما بتقولوش عليا انا الطبيب الاول، رغم ان انا طبيب زي سقراط؟ قام الملك قال له طيب هو سقراط الطبيب الاول، تعمل ايه لو انت عايز تثبت ان انت الطبيب الاول وان انت احسن من سقراط وان انت اجمد من سقراط؟ قول لنا نعمل ايه. قال له انا وسقراط كل واحد فينا يسم التاني، يعني يحاول يموت التاني بالسم. اللي يقدر يعالج نفسه ويشفي نفسه يبقى هو الطبيب الأول، واللي ما يقدرش يبقى خلاص بقى راحت عليه. فقام الملك قال له ماشي، وقام راح نادى سقراط وقال له يا سقراط والله الطبيب جارك جه وقال لنا كذا كذا كذا، وانا موافق على الكلام اللي هو قاله، فانا هعمل 40 يوم، هسيبكم 40 يوم كل واحد يجهز السم اللي هيموت بيه التاني، واللي هيقدر ان هو يشفي نفسه من السم ده، يعني الطبيب جارك هيعمل لك سم وهيسقيهولك، لو قدرت تعالج نفسك يبقى انت الطبيب الاول، وانت تروح تجهز سم وايه وتسقيه لجارك ده. لو عارف جارك ان هو يشفي نفسه ويعالج نفسه من السم اللي انت سقيته له هيبقى هو الطبيب الاول، وانت ايه خلاص راحت عليك. قام سقراط قال له اوكي، وراح سقراط وكانت المهله 40 يوم. راح سقراط جاب قوارير كده فيها ميه، وجاب ناس حط في القوارير دي ميه، وجاب ناس قعدوا طول ال40 يوم طول الوقت في بيته يدقوا في الميه، يعني يعملوا اصوات في الميه ويقلبوا في الميه ويخضوا في الميه، واصوات جامده جدا جدا طول ال40 يوم، يجهز السم بقى اللي هيموت بيه الطبيب، عشان الطبيب جاره ده ما يعرفش او ما يبقاش هو الطبيب الاول. فضلوا الناس يدقوا في الميه يدقوا في الميه يدقوا في الميه، وسقراط مستني ال40 يوم، والطبيب التاني بيجهز السم بتاعه علشان يديه لسقراط ويقضي عليه ويبقى هو الطبيب الاول. خلصوا ال40 يوم، راح سقراط والطبيب جاره للملك. قام الملك قال له يلا جاهزين؟ قال له اه جاهزين. قام الطبيب قال انا الاول، اتفضل يا طبيب. جاب الطبيب جار سقراط السم بتاعه وقام اداه لسقراط. سقراط شرب السم تك 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 تك، قام تعب وعي ووشه اصفر وبقى يعني عنده حمى واثار السم ظهرت عليه، وفضل ساعه كده سقراط تعبان ويحاول. المهم ان هو قدر يعالج نفسه، بس اثار السم ظهرت طبعا وتعب وكده، لكن قدر يشفي نفسه ويعالج نفسه. تمام. جه بقى من دور مين دلوقتي؟ جه دور سقراط. قام سقراط ادى السم بتاعه او القاروره اللي هو مجهزها للطبيب جاره عشان يشرب. قام جاره شرب السم اللي اداهوله سقراط او الكوبايه اللي اداها له سقراط، وقام ميت في ساعتها.
قام الملك قال له الله، انت ازاي سميته؟ ازاي موته؟ ايه اللي اديتهوله؟ قام سقراط قال له والله انا ولا سميته ولا عملت له حاجه، انا بس سقيته ميه عذبه، وعلشان تتاكد يا ملك انا هشرب منها اهو قدامك عشان تعرف انها ما بتموتش ولا حاجه. وقام شرب من الميه اللي هو سقاها للطبيب بار. قام الملك قال له ازاي؟ امال هو ازاي مات؟ ازاي مات الراجل ده لما انت ما سقيتهوش غير ميه؟ قال له مات لانه جاي اصلا مهزوم من جوه، جاي اصلا خايف، هو اصلا مستعد ان هو يموت. هو عارف ان السم اللي انا هعمله له والدق اللي كنت بدقه 40 يوم في الميه والخض والاصوات اللي انا بعملها خوفته وخليته يبقى مستعد ان هو يموت. هو جاي مهزوم، مش السم اللي موته، هو موته خوفه. دي الحكايه التانيه. أأكد لكم على الحكايه التانيه بمعلومه. الغزالة أسرع من الأسد يمكن بمرة ونص من سرعته. يعني لو الأسد أنا مش فاكرة قد إيه، بس هو تقريبا 58 كيلو، الغزالة حاجة و80 كيلو بتجري، يعني دي مش أرقام مش فاكراها لكن هي كده. المهم إن الغزالة أسرع من الأسد بكتير، ورغم كده الأسد بيقدر بيجري ورا الغزالة وبيقدر يمسكها، رغم إن الغزلان أسرع من الأسود بكتير. الأسود بتصطاد الغزال الخايف، الغزلان اللي الخوف مالي قلبها، الغزلان اللي عارفة إن الأسد بيهاجمها وهيهجم عليها وهيقدر عليها وهيفترسها. أما اللي عارف إن هو قوي وعارف إن هو هيكمل وعارف إن الأسد مش هيقدر يمسكه وعارف إن هو اللي هيكسب وعارف إن هو اللي هيفوز وعارف إن هو اللي هيقدر وعارف إن هو اللي هيوصل. ما تخليش الخوف يتملك من قلبك، دايما خليك زي سقراط قوي من جوه. سقراط كان عادل لدرجة انه هو ما يظلمش حد، وكان حكيم لدرجة انه لازم الحاجة اللي يقولها تكون مليانة حكمة وصدق. خليك زي سقراط، ما تخافش، ما تبقاش مهزوم من جوه، علشان تقدر تكمل، علشان تقدر توصل، علشان تقدر تنجح، علشان تقدر تكبر. ما تخليش الخوف ابدا يسيطر عليك. الدكتور مات، الطبيب جار سقراط مات لما شرب مية بس، من كتر ما هو خايف، من كتر ما هو مهزوم من جوه. الهزيمة الداخلية أصعب حاجة، هي اللي هتموتك، هي اللي هتقضي عليك، هي اللي هتفشلك، هي اللي هتبوظ كل أحلامك. قوي نفسك من جوه عشان تقدر تنجح وتكمل. دي الحكاية التانية. الحكاية التالتة حكاية لوحة الفن والجمال والصدق، حكاية الكذب والصدق. صورة الحقيقة تخرج من البئر أو الحقيقة العارية. الصورة دي صورة شهيرة جدا وحكايتها مشهورة جدا، وأنا كنت حكيت الحكاية دي قبل كده، بس من كتر أهميتها أنا حابة أن أنا أحكيها مرة كمان. الحقيقة تخرج من البئر للفنان جون. قال دي فيها إيه؟ هي صورة جميلة، لو دخلتوا على جوجل وبصيتوا عليها هتشوفوها صورة معبرة وهايلة وكل حاجة، وأنا هحكي لكم حكايتها دلوقتي. صورة الحقيقة تخرج من البئر أو الحقيقة العارية. بقى حكاية الصورة دي إن الحقيقة والكذب اتقابلوا في يوم، وكان يوم حلو وقمر ومشمس وجميل والدنيا منورة وكل حاجة حلوة، والحقيقة عارفة إن الكذب كذب والكذب عارف إن الحقيقة حقيقة. الكذب والحقيقة كانوا ماشيين مع بعض. قام الكذب قال للحقيقة يا حقيقة الشمس حلوة النهاردة واليوم جميل والجو جميل وأنا وإنتي أهو مع بعض، ما تيجي نتمشى ونتسلى كده مع بعض شوية. الحقيقة خافت كده وبصت للكذب وهي عارفة إن هو كذب وعارفة إنه بيكذب وعارفة إن ده مش صح، وتوترت وتأثرت. بس بعدين بصت حواليها لقيته صادق، ما هي الشمس طالعة والجو جميل وأنا وهو مع بعض، ما نيجي نتمشى شوية ونتسلى شوية، ما فيهاش حاجة. وفضلت الحقيقة والكذب يتمشوا مع بعض، يتمشوا قاموا وصلوا لحد البير. قام الكذب قال لها الله شوفي المية في البير صافية وحلوة ومنورة، ايه المية الحلوة دي؟ ايه رأيك يا حقيقة لو ننزل انا وانتي نستمتع بالمية شوية وندلع نفسنا شوية؟
قامت الحقيقة خافت من الكدب تاني وبصت حواليها، بس لقت فعلا المية حلوة والشمس جميلة والجو جميل، وهي بعدين يعني عايزة تستمتع شوية بالمية، فيها ايه؟ قامت الحقيقة قعدت تفكر وهي خايفة من الكذب وكل حاجة، بس قالت لما انزل شوية. ونزلت الحقيقة جوه المية تاني، قلعت هدومها طبعا وقامت نزلت البير، وقعدت هي والكذب يلعبوا في المية ويتسلوا شوية وكده. وقامت فجأة الحقيقة لقت الكذب طلع من المية جري ولبس هدومها ومشي وسابها. الكذب لبس هدوم الحقيقة ومشي وساب الحقيقة في البير. الحقيقة زعلت جدا واتنرفزت وطلعت تجري ورا الكذب وهي عريانة. طلعت تجري ورا الكذب عشان تجيب هدومها، هدوم الحقيقة، لكن الكذب كان لبس هدومها وجري. الناس لما شافت الحقيقة وهي عريانة وهي عارية وبتجري عشان تجيب هدومها وترجع توب الحقيقة تاني، اتضايقوا منها وزعلوا منها وبصوا لها كده باستعجاب واستغراب. وازاي يا حقيقة انت ماشية عريانة كده؟ ازاي يا حقيقة انت ماشية من غير هدوم بالطريقة دي؟ الحقيقة بقت عارية؟ ياه، دي حاجة وحشة جدا. راح الكذب أخذ هدوم الحقيقة وماشي بيلف العالم كله وهو لابس هدوم الحقيقة. والحقيقة من ساعتها قاعدة جوه البير ومستخبية لأنها مكسوفة من الناس. أصلا الناس مش عايزين يشوفوها، مش عايزين يشوفوا الحقيقة وهي عارية، وموافقين إن الكذب يبقى لابس هدوم الحقيقة وبيتمشى معاهم في الدنيا. وهي دي الدنيا. بص حواليك هتلاقي الكذب في كل مكان، لابس هدوم الحقيقة وبيتمشى، والحقيقة مستخبية في البير من ساعتها. دي قصة الحقيقة، صورة الحقيقة العارية، أو الحقيقة تخرج من البئر. ودي حكاية. هقول لكم حكاية كمان. الحكاية التانية أو الحكاية اللي أنا هقولها دلوقتي حكاية كتبها الدكتور خالد توفيق. أنا كنت برضو قلت الحكاية دي قبل كده بس الناس أثنت عليها كتير، فأنا حابة إن أنا أحكيها لكم مرة كمان. قال لنا الدكتور خالد توفيق إن في مرة موظف طالع من شغله متوضب ومتشيك ومتأنتج، موظف عادي زي الموظفين ولسه قابض مرتبه وحطه في جيبه كده ومستريح وتمام زي الأفلام المصري القديم. قام الموظف ده راكب الأتوبيس. الموظف بقى وهو راكب الأتوبيس كان فيه جوه الأتوبيس حرام، فالحرامي سرق فلوس الموظف، أخذ منه كل فلوسه، كل الفلوس اللي في جيبه أخذها منه. المهم جاب كمساري أو اللي بيقطع التيكت أو التذاكر اللي عايز يعني يحاسب على الرحلة، وقال للموظف يلا ادفع تمن التذكرة. الموظف يدور في جيوبه، يدور يمين يدور شمال، مش لاقي التذكرة. يدور مش لاقي. أنا اتسرقت، أنا فين فلوسي، أنا مش لاقي فلوسي يا ناس ياهو. قام الكمساري قال له اللي بيقطع التذاكر ده، قال له أنت بقى بتستعبط، لابس ومتقمع وعامل لي فيها بتاع وموظف محترم وأنت معكش تمن التذكرة، بتركب ليه لما معكش تمن التذكرة؟ الناس بقت اتغيرت، الناس بقت مهزأة، الناس معرفش ايه، وقال له كلام وحش كتير. او والموظف بقى بيقول يا ارض انشقي وابلعيني، اروح فين واجي منين؟ انا كان معايا الفلوس هنا، انا مرتب الشهر راح، انا مشكلتي مش التذكره بتاعتك، انا عايز فلوسي. والكمساري ماسكه بقى يلا ادفع تمن التذكره، مش هنزلك غير لما تدفع تمن التذكره، انا هوديك الاسم والله لا نشوف حكايتك ايه، انت بتستعبط راكب ومش راضي تدفع تمن التوصيله بتاعتك. زي ما تقولوا كده الحرامي صعب عليه الموظف، ضميره صحي في اللحظه دي، وقام عمل ايه؟ طلع من محفظه الموظف اللي هو سرقها فلوس، وقام دفع تمن التذكره للموظف قدام بقى الاتوبيس كله. فالناس كلها شكرت الحرام لان الحرامي كان شهم جدا ودفع التذكره للموظف، هو اللي سرق ودفع له التذكره من فلوسه. لكن الناس كلها شكرت، والاتوبيس كله بقى بيشكر الحرام.
شكرا والله، انت راجل ذوق، وانت راجل شهم، وانت محترم، وانت شريف، وانت ما حصلتش، وانت. ومن ساعتها كلنا راكبين في الاتوبيس والحرامي عمال يسرق فيه، وبنشكر في الحرامي. كلنا قاعدين نشكر في الحرامي واحنا راكبين الاتوبيس. ودي حكايه. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. في حكاية تانية هحكيها لكم عن سقراط. سقراط زي ما قلت لكم ان هو فيلسوف يوناني. بس الحكاية دي سقراط وزوجته، ونضحك شوية بقى على سقراط وزوجته. كان سقراط متجوز واحدة معروفة بطول لسانها، ما كانش حد بيخلص من لسانها، طول النهار تهزق فيه وتزعق فيه وتشتم فيه وتبهدل فيه. وكان سقراط عنده تلاميذ بيجوا يحضروا عنده الدرس، يعني يقعدوا حواليه وهو يقعد يشرح لهم أو يكلمهم في الفلسفة وحاجات تانية كتير وكده. يعني كانت مراته نقدر نقول عليها إنها ست نكدية، فبقت دايما الست النكدية دي مرات سقراط تقلل من قيمته وتهزقه وتفضحه وكده، ورغم ان كان سقراط يعني اكبر منها بكتير. وكان كمان سقراط مش فاضي، لان هو مهتم بفلسفته ودروسه وتلاميذه وكده. المهم ان الست دي كانت دايما تهزق في سقراط، تهزق في سقراط، تهزق في سقراط. ففي يوم من الايام وهي عماله تزعق له وتتكلم معاه وحش وكده قدام تلاميذه، قامت دلقت عليه ميه يعني من ضمن الاهانه اللي هي بتهينها ليه، قامت راحت جابت ميه وقامت دلقاها عليه. فقام سقراط بكل برود وكده يعني وهدوء وكده، قام مسح الميه من على وشه وقام قال كانت ضروري هتمطر بعد الرعد ده كله، وكمل الدرس. المهم ان مرات سقراط ماتت بالسكتة القلبية في ساعتها، يعني هو من كتر بروده وسكوته موت الست، جلطها من كتر ما هو ما بيردش عليها. وكانوا التلاميذ بتوعه مستغربين ان هو ازاي ما بيردش على الست دي ابدا، يعني سايبها كده تهزق فيه وتبهدل فيه وتعمل فيه كل ده وهو ما بيردش عليها ابدا، لدرجه انها رمت عليه الميه كده مره واحده وما حصلش حاجه، ما ردش عليها. قال كان طبيعي انها هتمطر بعد الرعد ده كله، وبس كده خلاص ماتت الست، اتجلطت وماتت من الهدوء. يا ريتنا كلنا نبقى زي سقراط، ما نتأثرش بالحاجات الكتيرة اللي بتجيلنا من بره، الضغوط والتوترات والحاجات اللي بتصدرها لنا الدنيا، ونتقابل معاها بكل برود كده زي سقراط، من غير ما نجلط الناس ونموتها، بس يعني نكون احنا اللي ما نتضايقش. اقول لكم حكايه كمان ولا كفايه كده؟ نكتفي بزوجة سقراط المفتريه ولا نكمل؟
مين عنده يعرف حد عنده زوجة مفترية وبيقدر يبقى بارد ويتعامل معاها ببرود زي سقراط وزوجته؟ طيب نرجع للعيد. احنا في العيد زي ما قلت لكم بنكون عايزين نقول كل سنة وانت طيب لحد مش موجود، يعني لحد مش قادرين نقول له، او شايفين ان تقيلة قوي ان احنا اللي نقول له كل سنة وهو طيب، وكان هو اللي المفروض يقول، وكان هو. فانا بقول لكم يعني كل واحد بيعبر عن نفسه. قول انت اللي انت عايزه، اتكلم انت عن نفسك، ما تخليش يعني خوفك من وجهة نظر الشخص التاني او فكرة الشخص التاني او الفكرة اللي هياخدها او الفهم اللي هيفهمه من تصرفك او من ان انت اتصلت بيه او بعت له رسالة او كده يأثر عليك في ان انت تبادر. يعني انت بتعبر عن نفسك، كون الشخص التاني يفهم حاجة تانية غير اللي انت قلتها ده موضوع ما يخصكش. يعني انت نيتك ايه، انت ضميرك ايه، انت ناوي ايه، ويمكن يفهم اللي انت نيتك فيه. ما انت فعلا عايز تكلمه، فعلا حابب تسمع صوتها، وفعلا عايز تقول لها ان انت فاكرها مثلا، او انت عايزه فعلا تكلميه وعايزه فعلا تقولي له ان انت فاكراه، عايزه تقولي له ان الباب مفتوح. خليه يفهم، ما يمكن مهم ان هو يفهم كده. ما يعني ما تضيعوش الفرص. في فرص اوقات ويمكن تكون انت عامل حاجه زعل كبير، يعني مزعل شخص، حد زعل جامد، بس تكون انت شخص من اللي ما بيعترفوش بالغلط. يعني ما تحبش تقول ان انت غلطان او ان انت او تعتذر او ان حد يلوم عليك. كلنا ما بنحبش كده، ما حدش بيحب حد يلوم عليه ولا يشاور عليه مشاورات اتهام، انت اللي عملت، انت اللي قلت، انت اللي حطيت، انت اللي شلت. فمش عايز تحط نفسك في الموقف ده، بعدت وخلاص. يعني كده احسن، يعني انا عملت اللي فجرت القنبله ومشيت. لا، مش يعني الاحسن ان انت تخلص الموضوع، لانك فجرت القنبله ومشيت، بس هتفضل لحد امتى ماشي؟ هو انت كمان اكيد محتاج الناس اللي التانيين دول او وجودهم في حياتك كان مهم او بيمثل اي شيء، والا ما كنتش مشيت وتبقى يعني خايف ان هم يهاجموك او يتهموك او يظهر ان انت سبب او ان انت اللي عملت الحاجه دي، او يعني. ما فيهاش حاجة ان احنا نعتذر. اللي بيعتذر هو الشخص القوي، هو الشخص اللي واثق من نفسه، هو الشخص اللي عارف حدوده، هو الشخص اللي عنده احساس، اللي ما يحبش حد يبقى زعلان منه او حاجة تبقى متاخدة عليه. ده في ناس بتعتذر حتى وهي ما عملتش حاجة، ده مش صح. لكن لما انا احس ان اللي قدامي محتاج مني اعتذار، او هو انا حاسه اني ما عملتش حاجه، انا ما قلتش حاجه، انا ما تصرفتش اي تصرف يزعله، بس هو زعل، ما نقدرش نقول لحد انت حسيت كده ليه، او انت فهمت كده ليه، او اللي انت فهمته ده غلط، او انت ما بتفهمش، او انا ما انت بتفهم غلط، او انت عايز الناس تعاملك بطريقه معينه، انت ما يعني كل حاجه حساس زياده، انت ما اعرفش ايه. ما دام هو حس كده يبقى الحاجه دي زعلته. ما هو اللي بيزعلك غير اللي بيزعلني غير اللي بيزعل حد تاني. احنا مختلفين، مش كلنا مارين بنفس الظروف، مش كلنا نفس تحت الضغوط، مش كلنا عندنا نفس المشاكل، مش كلنا عندنا نفس النفسية، نفس العقل، نفس التعليم، نفس الثقافة. كلنا مختلفين. فيمكن هو فعلا زي يعني الحاجة العادية اللي انت بتعملها مع كل الناس من وجهة نظرك وما زعلتش حد زعلته هو، فعادي ان انت تقدم له اعتذار مادام هو زعل. يعني نقدر بعض، يقول لك قدر تتقدر تعيش مرتاح. بتهيألي ان انا بقولها صح، انا دايما اقول الامثال مش صح. المهم ان الاعتذار بيجي من الشخص القوي وعمره ما بيجي من الشخص الضعيف. وما ينفعش تيجي تعتذر لحد وتقول له على فكرة انت حساس وانت بتفهم غلط وانت عايز الناس تعاملك بطريقة معينة وانت معرفش ايه. وانت كده ما اعتذرتلوش،
انت بتأنبه وبتضايقه وبتقول له ان انت ما تستحقش الاعتذار احسن. لكن لما تيجي تعتذر لحد ضروري تحسسه ان انت يعني حاسس بيه، بتعتذر له. الاعتذار ده موضوع كبير، وفي كتاب اسمه لغات الاعتذار. زي لغات الحب في لغات اعتذار. لازم يعني كل واحد ليه طريقة للاعتذار. ما ينفعش تيجي تعتذر لحد مثلا وتقول له يوه بقى احنا هنقعد نصالح فيك العمر كله، بقالنا 10 ساعات بنصالح فيك، ما احنا اسفين يا صلاح زي في الفيلم. طب انت كده صالحته، هو كده اتصالح، هو كده حس بحاجة يعني، وصل له اهتمامك، صلحك، اي حاجة. او ما ينفعش تصالح حد وتفضل تقول له صالحني 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 صالحني، والله لا تصالحني والنبي ما تصالحني صالحني كده بالعافية. يعني برضه دي مش طريقة صلح مناسبة. وما ينفعش كمان في الصلح والاعتذار ده، يعني هو طبعا نعتذر في كل وقت، وكنت متأخر ان شاء الله 100 سنة وشفت ان انت قادر دلوقتي ان انت تعتذر، روح اعتذر. لكن مهم برضو ان احنا نلاقي وقت مناسب للاعتذار. يعني نعتذر ما نتأخرش قوي في الاعتذار ولا نبطر قوي في الاعتذار، ننقي وقت اعتذار مناسب للي زعلان ده عشان يقدر يقبل الاعتذار. لكن لما يكون نسيك ونسي زعلك وخلاص رمى طوبتك وخلص الموضوع بالنسبة له وانتهى، وانت تيجي تقول له اسف، هيبقى استفاد ايه هو بعد مثلا ما انت خصمت وقت طويل، او حاجات كتيرة اتغيرت في الحياة بسبب الخصام او بسبب الزعل اللي زعلوا منك. او يعني الزعل بيكون انواع، يمكن بسبب الزعل ده اتجاه تاني في حياته وغير مسارها، يعني حاجات كتير. فهيبقى ايه فايدة الصلح او فايدة الاعتذار؟ لازم ننقي الوقت المناسب. لكن ده مش معناه ان الوقت اتأخر على الاعتذار. لو انت دلوقتي شايف ان انت عايز تعتذر او قادر تعتذر او عندك الفرصة ان انت تعتذر، بسرعة اتصل باللي انت عايز تعتذر ليه واعتذر. طيب انا خلاص شفت عرفت ان انا ما اتريقش، وان انا ما اقولش انت بتحس انت حساس، وما اقولوش انا بقالي ساعه بصالح فيك، وما اقولوش انت بتزعل على اي حاجه، وعلى فكره انت عملت معايا الموقف ده وانا ما زعلتش، بس انت زعلت وانا بصالحك اهو، يلا اهو. هو انت بتتجب عليه؟ ما ينفعش كده. اللي صالح حد لازم يحسسه انه فعلا بيصالحه، انه فعلا حاسس باحساسه. انا حاسس بيك، انا مقدر زعلك، انا ما يهونش عليا زعلك. كلام حلو 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 حلو. صالحه يعني صالحه يعني طبطب عليه، يعني اجبر بخاطره، يعني ريحه، يعني خليه يعرف ان انت مهم بالنسبه له، ان زعلك مهم، ان انت كلك مهم، ان انت يعني هو ما يقدرش يشوفك زعلان. دي حاجه بتفرق كتير قوي من ان انت تقول لا ده هو اللي مزعلني، ده هو اللي المفروض يصالحني، ده انا لما قلت له ده هو اللي قال لي. او تقول لحد لما تيجي تصالحه ايه، انت السبب. زي الراجل ومراته مثلا، يجي الراجل يقوم مدي مراته العلقه المتينه ومظبطها، وبعد كده لما يجي يصالحها او يجي يكلمها او عايز يعني يفض المعركه اللي حصلت دي، يقول لها ما هو انت السبب. ما هو لو ما كنتيش انت بتضايقيني، وما كنتيش انت رديتي عليا، لو ما كنتيش عليتي صوتك، لو ما كنتيش عملتي الموقف الفلاني، لو ما كنتيش رحتي المشوار الفلاني، لو ما كنتيش قلتي لامك كده، لو ما كنتيش عملتي مع اختك كده، لو ما كنتيش لبستي كده، لو ما كنتيش انا اتنرفزت كده. لا، هي عملت كده، بس انت مش المفروض ان انت تزعق لها او تضربها او اي حاجه من الحاجات دي. ومش المفروض ان احنا نرجع للزعل، يعني بلاش نخش في الموضوع ده، ان احنا لما نيجي نصالح حد ان احنا نقول له ما هو انت السبب، انت اللي نرفزتني، انت اللي ضايقتني، انت اللي خليتني اعمل كده. انت بتلبسه ذنب اللي انت عملته، بتخليه هو السبب، هو الحق عليه في اللي انت عملته، في الموقف اللي انت خدته، في الاجراء، في الزعيق، في الزعل، في الحاجه الوحشه اللي انت عملتها، مخليه هو السبب. فانت كده ما بتصالحوش، ما طبطبتش عليه ولا جبرت بخاطره ولا ريحته ولا عملت اي حاجه فيها صلح ولا فيها مرضيه ولا فيها جبران خاطر ولا فيها اي حاجه. لما تروح تصالح حد يعني اعملها، يعني اعتبرها لله ولنفسيتك. وانت لما تكون مصالح كل الناس هتكون انت مرتاح، لكن لما تكون انت زعلان ومزعل كل الناس منك مش هتبقى انت مرتاح، اكيد هتبقى انت زعلان. كل ما كان الانسان مراضي الناس اللي حواليه، كل ما كان هو يعني راضي اكتر. بص حواليك كده هتلاقي في ناس في حياتك يعني
علاقتهم طيبة بكل الناس، بيراضوا كل الناس، بيبتسموا في وش الناس، بيضحكوا في وش الناس. وبالمناسبة بتاعة تضحكوا في وش الناس دي، خلينا النهارده تاني يوم في العيد، زي ما بقول لكم كده انكم تتصلوا بالشخص اللي انتوا بعيد عنه او مستثقلين انكم تقولوا له كل سنه وانت طيب، او شايفين ان كفايه كده وخلاص بلاش نفتح على نفسنا فتحه ونقول له كل سنه وانت طيب او نعيد عليه. خليك كده يعني تبنى قيمه النهارده. انا هتبنى قيمه، انا دايما متبنيه يعني الحمد لله قيمه السعاده. فانا النهارده هحاول ان انا اسعد حد، امشي في الشارع ابتسم لحد، هجيب لي هديه لحد افرحه بيها، هعمل حاجات كده هو تسعد ناس حواليا في اسرتي وفي عيلتي وكده. انتوا كمان كل واحد يشوف القيمه المناسبه ليه، قيمه الكرم، الصلح من الزعل زي ما احنا بنقول كده. يا ريت كلنا نتمنى قيمه الصلح دي، اللي زعلان من حد يروح يراضي. نرجع بقى للصلح. لما بقى تيجي تصالح حد ما تقولوش ان هو السبب زي ما قلنا. كمان تخش لما تيجي تصالحه لازم تحسسه ان انت حاسس بيه، مقدر زعل، فاهم وجهة نظره، فهمت ان الحاجة دي بتضايقه. بالنسبة للي زعل بقى، ما ينفعش تيجي فجأة تزعل. يعني يكون حد مثلا كل مره مثلا يقول لك كلمه، كل مره يقولها لك، كل مره يقولها لك، وانت عادي بتسمع الكلام وعادي كأن مفيش حاجه حصلت. بس هو كل مره يقولها لك هي نفسها، وانت ما بتزعلش ولا حاجه، وما حسستهوش ولا قلت له ان الحاجه دي بتزعلك، وتيجي فجاه تزعل. طب ما هو ما يعرفش ان انت زعلت، هو هيعرف منين ان انت زعلت؟ او يعرف منين ان الحاجه دي زعلتك؟ ولازم الانسان ما يسيبش نفسه يعني لحد اخر مرحله. في ناس بتحط نفسها في موقف يعني حد بيضايقه بيعمل حاجه بتضايقه وهو بيتحمله عشان مش عايزه يزعل منه، عشان عايز يرضيه، عشان مش عايز يعمل مشكله، علشان عايز يعديها. علشان كده يقوم الشخص التاني ده يسوق فيها او يعتبر ان ده عادي او ان ده حق مكتسب، ويفضل دايما يعني يعمل نفس التصرف او يقول نفس الكلام، او يعني يضايق الشخص اللي زعل ده بنفس الطريقه. هو ساكت ساكت ساكت، لكن جه فجاه او وقت معين خلاص هو مش قادر بقى، يعني مش قادر يتحمل لك الكلمه دي ولا التصرف ده ولا حاجه، فزعل. انت بدورك ما بتكونش فاهم هو زعل ليه. ما هو عادي، ما انا قلت له الكلام ده امبارح واول امبارح والاسبوع اللي فات، واحنا الشهر اللي فات عملت معاه نفس الموقف، والاسبوع اللي قبله عملت معاه نفس الموقف وما زعلش. هو ما زعلش عشان كان عايز يحافظ عليك، مش عايزك تزعل، مش عايز يعمل مشكله. لكن جه النهارده هو خلاص مش قادر يتحمل. هو اتحمل علشان يخلي الاوضاع عاديه، علشان ما يعملش مشكله بينه وبينك، عشان هو بيحبك، عشان عايز يحتفظ بيك، عشان مش عايز اي حاجه تبوظ علاقتكم او يعني تشوشر على الحاجات، عشان عايز اليوم يعدي، عشان هو عايزك، عشان هو بيحبك، عشان هو مهتم بيك. هو كان بيتحمل. كونه بقى اعترض النهارده او زعل النهارده او ما وافقش على التصرف او على الكلام او على الطريقه او على اي حاجه النهارده، المفروض ده يتقابل بتقدير كبير منك، مش برفض. وايه يعني، ما انا كل يوم بعمل كده وانت موافق، وانت ايه اللي زعلك النهارده، هو ايه اللي حصل جديد؟ ده قوله بينك وبين نفسك، لكن بعدين قدر هو ليه كان بيتحمل ده كل مره. ما دام زعله النهارده بيتحمله علشانك، عشان انت تهمه. المهم بعد ما تحسسه بقى ان انت حسيت بيه، وان انت مقدر زعله، وانه هو مهم جدا بالنسبه لك، وان انت جاي تصالحه علشان انت جاي تصالحه، وعشان مهم قوي قوي انكم تبقوا مع بعض، وان مفيش حاجه تبوظ علاقتكم. وممكن تقول له انا عارف، يعني تعيد عليه الكلام، انا عارف ان انت زعلت من كذا وزعلت من كذا وزعلت من كذا وزعلت من كذا. خلاص انت عرفته دلوقتي ان هو انت فاهم هو زعل من ايه. المفروض ان انت بقى تبتدي توعده ان انت مش هتعمل كده تاني. يعني ايه توعده ان انت مش هتعمل كده تاني؟ يعني مش والله انا مش هعمل كده تاني، مش اطفال في المدرسه. لكن توعده ازاي؟ يعني ان انت مش هتكرر، ان الفعل اللي ضايقك ده مش هيتكرر. ولازم تكون وعود صادقه، مش بهزار ولا تريقه ولا سخافه ولا استظراف ولا الحركات اللي الناس بتعملها مع بعضيها دي. لازم يكون وعد صادق يوصل للي زعلان ده بجد، ان انت فعلا حسيت
ان انا عرفت ان انت زعلت من كذا وزعلت من كذا وزعلت من كذا، واذا كان في حاجات قديمه هو زعل منها وانت عارف ان هو زعل منها وانت طنشتها وما زعلتهاش. وبقول كده بالذات للازواج والزوجات، اذا كان انت عامله عمايل مزعله جوزك وهو بيعديلك عشان عايز المركب تمشي، او انت عارف ان انت عامل حاجات مزعلاها وهي عماله تعدي عشان المركب تمشي، وحصل انكم قعدتوا في موقف فيه صلح، يا ريت انت او هي تفتكروا حاجات. يعني انا عارف كمان ان انا زعلتك في الموقف الفلاني وانا حقك عليا وخلاص فهمت، انا اتعلمت الدرس وهخلي بالي علشان انا مش عايزه ازعلك تاني. انا عرفت ان الموقف الفلاني ده لما كنا خارجين في الحته الفلانيه ولا كده ضايقك، فانا اوعدك ان انا ايه مش هعمل كده تاني، او ان انا هخلي بالي. او الوعد جميل بيريح، يعني انت مش صالحتها انا اسف وخلاص، او معلش حقك عليا، يعني كبري دماغك بقى انت هتقرفيناش. لازم زي ما عديت الحاجات اللي زعلتها وافتكرت الحاجات اللي زمان اللي زعلتها وقلتها لها تمام، ووعدتها ان ده مش هيتكرر وخلاص. ممكن كمان تفكرها او تفكريه او اللي مزعلك بحاجات حلوه كانت بينكم. فاكر لما سافرنا السفريه الفلانيه، فاكر لما كنا في المدرسه وعملنا كذا وكذا، فاكر لما اذا كانت حاجه بتضحك، موقف حلو، حاجه انسانيه. كل الحاجات دي مهمه، بتغير النفسيه وبتغير المود وبتخلي الزعلان ده ينبسط ويقرب منك اكتر. يعني اذا كان قبل كده هو بيمشي ناحيتك خطوة، هيمشي ناحيتك 100 خطوة، لأنه أنت جبرت خاطره، ريحته، صالحته. طيب أنا صالحته وقلت له على الحاجات اللي أنا عارف إن هي مزعلاه، وده مش معناه إن الطرف التاني اللي زعلان هيفضل ساكت وقاعد مستني أنت تصالحه وأنت تقول له كده. ممكن يقول لك أنت عملت وأنت سويت وأنت قلت لي وأنت معرفش إيه، ما هو زعلان. لو انت بقى بتقول له انا عارف ان انا عملت كده وعارف، انت مش هتديله فرصه يقول انت عملت وانت سويت وانت كده، لانك مش في موقف دفاع. لكن الواقع ان اللي بيبقى زعلان ده لما يجي يتكلم مع اللي مزعله ويقول له مثلا انا زعلت من كذا وكذا والموقف كان كذا، كان تقيل عليا وما اعرفش ايه، اللي سبب في الزعل او اللي مزعل ما بيهتمش بالكلام ده، بيقول له يا اما بيفضل يدافع عن نفسه، يا اما بيسخف الموضوع وكأن مفيش حاجه حصلت، وكأن الشخص اللي زعل ده زعل من لا شيء، او هو انسان ملهوش حق يزعل، او مفيش اي سبب للزعل وهو اللي ايه، هو اللي بيستهبل. يا اما بيفضل في حاله دفاع مستميته عن نفسه، بتبوظ الموضوع وبتخلي المشكله تكبر اكتر، لان بتخلي الشخص اللي زعل ده يفضل يثبت ان هو زعل، يفضل يقول لا انا الموقف كان كذا وانا زعلت من كذا وبيكون بيتكلم كأن في حيطه سد، محدش سمعه ولا شايفه ولا حسه ولا اي حاجه، هو عمال يقول. والتاني يا اما بيدافع يا اما بيقولوش، يعني ولا ما بيزعلش خلاص. في ناس بقى بتعمل، انا لسه ما كملتش الاعتذار هيكون ازاي، بس هقول لكم على حد بيعمل حاجه في الاعتذار بايخه جدا. ممكن يكون موقف حصل صعب، يعني زعل شخص، زعل ست او راجل او بنت او اي حد، زعل جامد. يقوم الشخص بقى اللي زعله ده ايه بعد كده عادي بقى، يبقى اقوم بعت له رساله مثلا صباح الخير، خلاص كأن مفيش حاجه حصلت، كأن الزعل اللي حصل امبارح ده ما حصلش. او يبقوا يتقابلوا في مكان او يكونوا في خروجه وسط ناس او كده، وتلاقي الشخص اللي عامل العمله ده او مزعل الشخص التاني قاعد بيتكلم عادي جدا جدا وكأن مفيش اي حاجه حصلت خالص. ولو جيت كلمته يقول لك ما هو خلاص بقى، يعني احنا هنفضل يعني نعيد ونزيد واحنا هنفضل في الموضوع ده بقيت عمرنا، ما خلاص يعني هيحصل ايه خلاص. دي أسوأ حاجه، دي بتدمر الشخص اللي زعلان. انت كده بتقضي عليه بجد، بتقضي عليه، لانك بتقول له انا لا شايف ولا سمع ولا انت مهم بالنسبه لي ولا حاسس ان انا زعلتك، او عارف ان انا زعلتك بس تزعل تتفلق تخبط راسك في ادخن حيطه. هي دي الحياه، هو انا كده، عاجبك مش عاجبك اشرب من البحر. لانك زعلته وانت عارف ان انت زعلته، وبعدين ماشي في الحياه عادي، صباح الخير، تصبح على خير، اتقابلتوا في مكان فبتهزر وتضحك وتتكلم معاه عادي، ممكن تتكلمي تصحى الصبح تكلم مراتك انت طبخه ايه النهارده، تعملي لنا ايه، معرفش ايه، ولا كأن حاجه حصلت. طب هي محتاجه منك حاجه تانية
خالص، محتاجاك يعني تطبطب عليها. يعني في حاجات، في لغات للاعتذار ومهمة، ما تقولوش انها مش مهمة او ان كل واحد ليه طريقته في الاعتذار او كده. لا، جبر الخواطر مهم، وما ينفعش تبقى مزعل حد زعل جامد وتصحى الصبح او بعد شوية او كده وكأن ما فيش حاجة حصلت، يبقى هو الراجل بيتألم من جوه وقلبه معصور من الزعل، وانت ما بتتعامل عادي كأن مفيش حاجة حصلت اطلاقا. اكيد ده مش طبيعي ومش حلو، لا ليك لا في حقك. انت كده انسان مش طبيعي، بتمثل. ما هو لو انت كنت كده عادي عمال تخبط في الناس وترزع فيهم وتدي ده قلم وتدي ده بوكس وتدي تفرقع في ده بومبا وتمشي كده عايش عادي في الدنيا، فانت شخص مش مظبوط، مش صح. ولو كنت عارف ان انت مزعله ومش مهتم طز فيه، او انا مش هعتذر هي كده الحياة تمشي كده عادي، برضو مش صح. المهم نرجع للغات الاعتذار بقى. بعد يا سيدي ما اعترفت بغلطك يعني، وقلت انا عارف ان انا زعلتك في كذا، او عارفه ان انا زعلتك في كذا وكذا وكذا، وافتكرت حاجات من زمان اللي زعلتك فيها او زعلتها فيها، وابتديتوا تفتكروا حاجات حلوه في حياتكم وتضحكوا وتنبسطوا وكده. لازم يتبع ده وعد بعدم تكرار الحاجه اللي بتزعل دي مره تانية. وما تاخدش الموضوع كبير، مش هوعدها يعني كده، لا، لازم يكون في وعد. طب انا وعدتها خلاص كده ببلاش؟ لا، الوعد مطلوب ليه؟ عشان يأكدوا ويظبطوا حاجة مادية، مطلوب علشان تأكد الوعد ده يعني ويكون خلاص تمام. موضوع مادي، لو انت ومراتك مثلا وخلاص بعد ما اتصالحتوا وكل حاجة تمام وكده، تعالي نخرج النهاردة، انا هعزمك على الغدا، وما تطبخيش النهاردة، انا اللي هطبخ. انا النهارده، انا الاسبوع ده اللي مسؤول عن تمارين الولاد كلها وهوديهم وهجيبهم وكده. انا هحجز في الويك اند الجاي علشان نسافر مكان ونروق على نفسنا وبتاع. انت كان عاجبك الفستان الفلاني او الحلق الفلاني، او كنت عايزه تعملي شعرك في الكوافير كذا، او كنت اي حاجه هي عايزاها تعملها لها هديه. لازم برهان، يعني لازم خلاص بقى سعاده. انا قلت من اول الطبخه عشان محدش يقول هديه وما اعرفش ايه وبتاع، انا قلت من اول الطبخه، من اول خروجه، ورد انا اللي هعمل لك الشاي، روح اقعد كده في البلكونه وانا اللي هعمل لك الشاي وكده. وكنت قبل كده اتكلمت على ان الست من وقت للتاني بتكون محتاجة، حتى لو مفيش مشكلة، أبدا أبدا أبدا، والحياة حلوة وكل حاجة ماشية مية مية والروتين، وكل يوم أنا في شغلي وأنا تعبان وبروح وباجي وبجيب للولاد المصاريف والحاجات، وهي الست قايمة بأشغالها جوه البيت وبتعمل اللي عليها وبتاع. لكن الحياة دي اللي بتاخدنا كده 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 كده، من وقت للتاني الست بتبقى محتاجة كلمة حلوة، طبطب، كلمتين يرفعوا الهمة، يحفزوها، يحسسوها انها ست، تعرف ان انت لسه فاكرها، لسه بتفكر فيها، لسه ليها مكانة عندك، انها مهمة، مش الحياة اخداك وهي الحياة اخداها ومفيش اي حاجة. وما تقوليش ازاي ومفيش وقت ومفيش. انت ممكن وانت راجع تجيب حتة شوكولاتة قد كده وتحطها في بقها قبل ما العيال يشوفوها. ياه، شوف الست هتعمل ايه، انت فاكرها وجايب لها حاجة وبتحطها في بقها كمان. ممكن تجيب لها وردة، وما تقولش اشتري الورد ولا ممكن تقطفها من على الشجرة وانت ماشي، وانا قلت الكلام ده وقبل كده. والهدية يعني طبعا الهدية لما تكون قيمتها كبيرة بتكون مهمة، ولما تيجي من غير ما حد يطلبها تكون أحلى وأحلى وأحلى، ولما تبقى مفاجأة بتبقى حاجة هايلة، ولما تبقى حاجة فخمة بتبقى بتفرح وكل حاجة. لكن كمان الهدية ليها معاني كتير، معنى الحب، معنى ان انت فاكرني، معنى ان انت وانت جاي شفت وردة. يا سلام بقى لو اديتها الوردة وقلت لها انا شفت الوردة، شفتك في الوردة دي فقمت جبتها وانا ماشي كده، شفت الوردة دي فلقيتها انها بتاعتك. يا سلام لو حطيتها لها في شعرها، يا سلام لو قلت لها كلمة حلوة ولا بوستها على خدها وانت بتديها الوردة. يعني انت ما تعرفش قد ايه هتغير المود والاجواء والحياة. هو انت لما تبسطها هتبسط نفسك، واما تريحها هتريح نفسك،
واما تفرحها هتفرح نفسك، مش هي بس اللي هتفرح. في رجاله بتستخسر تقول للست كلمه حلوه، بتحس انها لو قالت لها الكلمه الحلوه دي يعني مش صح، الست هتشوف نفسها عليهم، لا دي هتتغير، لا مش هينفع، لا ما انا مش هقول. في فعلا رجاله بشوفها بتستخسر انها تقول للست كلام حلو، كانها لو قالت الكلام الحلو الدنيا هتتقلب او مش هينفع يعني. وفي ناس بيتكسفوا يقولوا لستاتهم كلام حلو، مش بس مستخسرينه او شايفين ان هو تقيل عليهم، لا هم يعني لا، ممكن يكون شايف ان خلاص اتجوزنا وخلاص، ده كان ايام الخطوبه، يعني احنا لسه هنقول كلام حلو دلوقتي خلاص. ما هي عارفه، ما هو عارف. طيب بلاش الهدية والوردة والكلام الكبير ده. انت ممكن في يوم الاجازة او في يوم العيد اللي احنا فيه ده، وانت اجازة ما عملتش اي حاجة طول اليوم وما تعبتش في اي حاجة وقاعدين في البيت ومبسوطين، تشغل فيلم وتقول لها انا اخترت الفيلم ده وتعالي نتفرج على الفيلم سوا. تقول لها انا هعمل شاي وتعالي نقعد في البلكونة، انا اللي هعمل الشاي، وتقعدوا مع بعض تفتكروا حياتكم اللي زمان، وما تتكلموش في الوقت ده لا في مصاريف المدرسة ولا في مشاكل العيال ولا في الطلبات ولا في خناقتك مع جوز اختها ولا في خناقتها مع اختك ولا بنت اختك. ركزوا مع بعضكم مع نفسكم، يعني خلوا كوبايتين الشاي دول لذكريات حلوة، لكلام حلو، لأفكار حلوة، لأحلام حلوة، مش لأحلام فيها طلبات. يعني مش عايزة أصيف، مش عايزين نروح المالديف واحنا معناش فلوس نروح اسكندرية. خلينا عاقلين، خلينا نراضي بعض ونفهم ظروف بعض ونقدر بعض ونفهم بعض. وزي ما انت محتاجة ان هو يقول لي كلام حلو، هو كمان محتاج. يعني انا كنت قلت قبل كده ان في ست كانت عندي في الاستشارات، جت قالت لي انا جوزي ما بيقوليش كلام حلو ابدا، لا تسلم ايديكي ولا شكرا ولا ايه الحلاوه دي ولا ايه الشياكه دي ولا شعرك ولا وشك ولا كانه شايفني. وانا متضايقه من القصه دي، يعني انا حلوه وجميله وقمر وبسمع كلام حلو من كل الناس وبتاع، وهو مش معبرني خالص، مهما اعمل له مهما البس ومش بيقول لي حاجه. فقمت انا سالتها طب انتي بتقولي له شكرا مثلا او عاش لما يجيب لكم حاجه حلوه في البيت او لما ياخدكم مشوار او كده؟ قالت لي لا. هقول له ليه؟ ما هو ده واجبه وده العادي ان هو يعمله، ده الطبيعي انه يعمله، ان هو ياخدنا مشوار. يعني اقول له شكرا عشان هو فسحنا فسحه ولا اخدنا نتغدى بره ولا ودانا نصيف ولا كده؟ لا، هو ده عادي يعني، ما كل الناس بتعمل كده. قلت لها طب ما خلاص، ما هو عادي ان انت كمان تعملي الغدا لولادك، وعادي ان انت تهتمي بنفسك وتبقي متشيكه. ايه المشكله؟ هو بيعمل العادي وانت بتعملي العادي. عايزاه يعمل غير العادي ويقول لك شكرا وتسلم ايدك وايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ اعملي انت كمان الغير العادي وفوق العادي واعلى 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 من العادي، وقولي له عاش وتسلم ايدك وتعيش وتجيب والله ينور. ما تبقيش عادي، لان انت عشان انت عادي هو عادي، انت كمان عشان انت عادي هي عادي. كل واحد عايز حاجه من التاني يقدم له اللي هو محتاجه. الناس بتتجوز ليه عايزه يبقى عندها شريك حياه. ليه انا يعني ليه؟ ايه اللي يخليك تتجوز وتبقى قاعد مع ست معاشرها طول عمرك؟ او ايه اللي يخليكي تتجوزي ويخليكي قاعده مع راجل معاشراه طول عمرك؟ ان انت عايزه حد يطبطب عليكي، حد يقول لك كلام حلو، حد يحبك، حد يشوفك، حد يسمعك، حد يحبك، حد يشوفك، حد يسمعك، حد يطبطب عليك، حد يحس بيك. لكن لو كان الشخص اللي انت معاه ما بيشوفش غير عيوبك، طول النهار يأنب فيكي، مش مريحك، بتخافي منه، مش مرتاحة معاه، مش بيسمعك، يبقى ايه لازمة الشراكة؟ ايه لازمة الحب والحياة والجواز؟ بالنسبة لك انت كمان، لو كانت الست اللي معاك نكدية وطول الليل والنهار تزعق في العيال وفيك ومش عاجبها العجب وشايفة عيوبك وشايفة الحاجات اللي ناقصة عندك ومش شايفة أي حاجة حلوة فيك، هتبقى دي حياة؟ هيبقى ده يعني انت هتبقى مبسوط كده؟ هي دي شريكة الحياة اللي انت كنت عايزها؟ هو ده اللي انت عايز تكمل فيه؟ أكيد لأ.
لا ليك ولا ليها. الراجل عايز يتجوز عشان عايز حد معاه، كمان عايز سند زي ما انت عايزة سند بالظبط. موضوع الست القوية بقى ده خليه مرة تانية، لكن احنا نرجع للزعل والصلح. كل واحد مستثقل ان هو يكلم حد مش بس عشان الزعل، عشان شايف انه خلاص ملوش لازمة او خلاص احنا قطعنا علاقتنا بيه وخلاص. لا، ابتدي انت. البداية من عندك هتبقى أحسن، أنت هتؤجر عليها عند ربنا، وأنت كمان هتبقى مبسوط لو نجحت ولو النتيجة بتاعتها كانت حلوة. ولو النتيجة طلعت وحشة أنت عملت اللي عليك ونيتك كانت حلوة. ما هو مش مهم كل الحاجات اللي نعملها تبقى نتائجها مظبوطة على مزاجنا، المهم إن إحنا عملنا واللي أعمله بالنيات. وأنا كنت بعمل عايز إيه؟ اللي عملته نيتي بقى أنا أدرى بيها وربنا أدرى بيها. الطرف التاني فهم إيه موضوع يخصه ملناش دعوة بيه. ان شاء الله يفهم اللي احنا عايزين نقوله له بالظبط، يفهم ان احنا فاكرينه، ان احنا عايزين نقول له كل سنة وانت طيب، او يفهم الحاجات التانية اللي احنا عايزين نقولها له برضه. انتبهوا ان ملهاش اعادة، انتبهوا ان ملهاش اعادة. زي ما قلنا في اول فيديو، عايزين نعمل قيمة ونفرح اي حد، يفرح اي حد النهاردة. يمكن المكالمة ولا الرسالة ولا الزيارة اللي انت هتعملها النهاردة علشان تصالح حد مزعله، او عشان تكلم حد بقالك كتير ما كلمتوش، او عشان تقول كل سنة وانت طيب لحد ما حدش افتكره، تبقى هي دي القيمة او الحاجة الحلوة اللي انت هتعملها النهاردة، اللي هتتحسب لك في تاني يوم العيد، وتبقى عيدت على نفسك وعيدت كمان على اللي انت قلت له كل سنة وانت طيب. انتبهوا ان ملهاش اعاده، وكل واحد يعمل النهارده اللي يريحه هو واللي يبسطه هو واللي حسه هو واللي هيفرحه هو واللي يحس ان هو هيفرح الناس التانيين. خلوا السعاده دايما عاده. انا طولت عليكم، يومكم سعيد وعيد سعيد، وكل سنه وانتوا بالف خير، انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما في هنا وسعاده ورزق وحب. كل سنه وانتوا طيبين وعيد اضحى مبارك. سلام.